حكومة المهندس إبراهيم محلب وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. وقد أشاد الرئيس السيسي خلال استقباله لمحلب بجهود الوزارة وأعضاء الحكومة في أداء مهامهم طاولة واكلين شاي يا زيك خلال فترة عصيبة من تاريخ الوطن. يا زيكا يا زيكا، اللعب على المشاريب يا درويش يا اخويا. وانا موافق يا استاذ جمال. كل ده والله ده ظلم وافتراء على الغلابه. الزمالك يا راجل يخسر الدوري تاني. زمالك ايه؟ في شباب عمرها ضاع بسبب الزمالك. زمالك ايه وكرة ايه منك له؟ انتوا مش فاهمين حاجه. الحكومه قدمت استقالتها دلوقتي. ليه هم لقوا قانون الاحوال المدنيه؟ عرفوه؟ لا يا سيدي، هم عايزين يداروا على قضيه الفساد اللي متهم فيها 7 وزراء، وهم اساسا فاسدين من كبيرهم لصغيرهم. دين النبي 7 وزراء؟ هي الحكومه فيها كام وزير اصلا؟ ايه العبيط جهار السه. والله محلب ده كان راجل زي الفل، كفايه بس افتتاح قناه السويس الجديده. ده وفر فلوس للبلد زي الرز. المؤتمر الاقتصادي يا ده وفر يجي 100 مليار دولار. داخل المليون وحده سكنيه على وش يا اخويا. ابن اختي اللي مقدم فيه. كفايه ان الزمالك كسب الدوري يا راجل. دي معجزه الهيه. انتوا بالله ظلمه. انتوا عارفين لو البلد كان فيها الفلوس دي كان زمانكم قاعدين هنا. كنا نروح فين يعني يا ناصر؟ كان زمانكم بتقضوا الويك اند في باريس يا جاهل منك له. ايه الويك بوند اللي قال عليه دي؟ انا هقول حاجه وحشه يا درويش يا اخويا. تصدق وتامن بالله انا نفسي اكون انبوبه بوتاجاز وانفجر فيكم انتوا الاثنين واريح البلد من غباوتكم. تنفجر في مين؟ يا انت شيخ بس اسكت. تكون انبوبه بوتاجاز، انت اللي فاكر لوحدك. قول يا اخي. عايز الدم على الميزه دي. يا نهار كوبيا، يا نهار كوبيا، الزفت ابنك فين؟ بيذاكر بلا مذاكره بلا زفت. زي ما بقولك كده، انا عايز الواد ده يطلع صايع وضايع. الصايع الضايع بقى رئيس وزراء. رئيس وزراء ادي 25 وستك والبترول. انا حطيت بترول؟ حطيت ستك؟ لا اللي جاي بقى. اللي جاي ستك خدت سنه اهي ب 14. يعني وزير البترول الصايع الضايع لما حط الحاجه ما حطش على الحسبه بتاعت 7 مليار و8، حطها كامله. حطها كامله. تعالى